فوازير أكلة مفنونة. يا مساء الفرحة والهنا، معاكم مونيكا ميشيل. وقبل ما نلعب سوا بفزورة جديدة، معايا حل الطبق اللي بايت معانا من امبارح، والحل هو مسلسل ورد والشوكولاتة. والآن هنكشف طبق النهاردة اللي جواه أكلة مفنونة. غنى لها شاكوش وبين سطورها كلام، هي حاجة حلوة وتتقدم في أول سلام، تتاكل مع الشاي والقهوة كمان، قرمشتها تناديك في كل أوان. لو عرفتها من الكلام هتوصل لاسمها الحلو تمام. وحالا هنسيب الفزورة المفنونة وهنعرف عن أكلتنا معلومة. هنروح سوا لليابان وهتشوف حاجة غريبة قوي هناك. هتشتري نوع منها مرتبط بالحظ، وده لأن قبل ما تاكلها هتلاقي ورقة زي حظك اليوم بتاعت زمان كده، بس بشكل جديد، لأنهم استخدموا ال AI بيحللوا بيه الترندات والحالات النفسية والاجتماعية علشان يكتبوا المسجز دي تناسب الجيل الجديد. يعني مثلا بدل ما تلاقي هتكسب فلوس كتير، ممكن تلاقي الرسائل بتكلمك عن قلقك في الشغل، أو نفسيتك هتتحسن لما تعمل كذا وكذا، عشان تحس كأنها رسالة مخصوص ليك انت. أما بقى لو حابب تعرف سعر أغلى قطعة منها، يبقى هترجع معايا بالزمن وهنقابل جيمس فينويك. لقاها في واحدة من مراكب إنقاذ سفينة تايتانيك سنة 1912، وكانت من نوع اسمه سبيلرز أند بيكر بايلوت. اتباعت بكام بقى؟ اتباعت في مزاد سنة 2015 في بريطانيا ب$23,000. السعر غريب الصراحة، وهي كده كده أكيد صلاحيتها خلصت وما تتاكلش. قولي، عرفت إيه هي الأكلة؟ طب وصلت لحل الفزورة؟ اكتب تحت في الكومنتس. وهنا شبعنا خلاص وهنشيل طبق النهاردة. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون، وأول لما تدق 7:30 بالظبط بكرة هاجي ومعايا الحل وكمان فزورة جديدة من فوازير أكلة مفنونة بالفن معجونة. حلتها؟ طب استنى هتتسلى، لسه كتير فوازير أكلة مفنونة.